يا جماعه الايام دي خلي بالكم بجد، لو عندك مشترك زي ده علشان الشاحن بتاعك ثلاثي ارميه فورا. والناس اللي بتسيب الشاحن وتروح تنام في الكهرباء دي اكبر كارثه انت ممكن تعملها في حق نفسك وفي حق اهلك. المشتركات دي بجد سبب بعد الشر في حرائق كتير جدا في البيوت، لانها ما بتستحملش الحر والناس بتنساها في الكهرباء. وانا جاي اقول لك بلاش المشتركات دي. لو عايز تستخدم المشترك ده تقدر تجيب اي ماركه نظيفه، يعني في ماركه هنا بستخدمها اسمها اي لوك، وده مش اعلان لماركه اي لوك بس، حقيقي ده تجربه شخصيه معاهم وهي شركه ممتازه. وكمان خلي بالك المشترك، او لو عندك المشترك الكبير اللي فيه كذا فيشه، بيبقى مكتوب الجهد او الحمل اللي هو بيستحمله لغايه كام واط تقريبا. ولو في حد كهربائي يكتب لنا في التعليقات ويفيدنا بمعلوماته، لان انتوا زي ما انتم شايفين الجو حر الايام دي جدا، والحاجات دي هي سبب مصايب في البيوت. خلي بالكم بلاش تستهتار وبلاش تسيب الشاحن بتاعك في الكهرباء، وربنا يسترها علينا وعليكم جميعا. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك، ولو انت كهربائي اكتب لنا تحت وفيدنا بالمعلومات ازاي الجهد والحمل بتاع كل مشترك نوزعه صح.